شبابي هنتكلم فيه عن طموحات شبابنا المصري. واعتقد الايام دي كلنا كده عندنا باور وطاقه ايجابيه عاليه جدا، نتمنى ان احنا نستخدمها. والنهارده احنا بنتكلم الحلقه زي ما قلت لكم كلها شبابيه، لكن ده لا يمنع ان طول الحلقه هنسمع كوكب الشرق ام كلثوم بمناسبه ذكرى وفاتها. خليني النهارده ارحب على 2 من شباب مصر. انا قعدت معاهم كده قبل الهوا بس دقيقتين، بس انا على طول بعرف يعني في ناس كده اول ما الواحد يشوفها يقول دولت شاطرين وفالحين وجامدين ومثقفين وحاجات كتير قوي. خلونا نرحب بعبد الرحمن اسامه، عضو لجنه تنظيم المشروعات. اهلا وسهلا بيك يا عبد الرحمن، منورني. شكلك بتروح الجيم. شكلك كده اوكي. وخلونا كمان ارحب بمحمد عبد الهادي، رئيس العلاقات العامه الخارجيه بالنشاط الطلابي. اهلا وسهلا يا محمد، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. انت ما بتروحش الجيم؟ لا. يبقى خليه ياخدك بعد كده. انا غلطت غلطه في التقديمه وانا بقدم وقلت ان انتوا من جامعه عين شمس. انت من جامعه عين شمس؟ انا جامعه عين شمس. وحضرتك؟ هندسه عين شمس. حضرتك منين؟ هندسه طيران. هندسه طيران، بس انتوا الاثنين باشمهندسين. صح كده؟ طيب انا عايز كده تحكوا لي عن النشاط اللي انتوا عاملينه، وعن موضوع علشانك يا بلدي. ايه الموضوع ده بالظبط؟ بص، علشانك يا بلدي يعني عموما هو نشاط طلابي، تمام. اصلا بدايته جت منين؟ ان هو كان في اصلا يعني شباب برضو في الاي يو سي في الجامعه الامريكيه، تمام. جات لهم فكره ان هم عايزين يصلحوا بلدهم وعايزين يستفيدوا من طاقتهم ان هم شباب وكده وحماسهم وكده، ان هم يصلحوا في الاماكن الفقيره في مصر. اوكي. العشوائيه. نعم، العشوائيه، المناطق العشوائيه في مصر. اوكي. فالفكره جت ده كان زمان يعني. احنا في علشانك يا بلدي هندسه عين شمس، المفروض احنا شغالين تقريبا لينا دي سادس سنه لينا. فشغالين الحمد لله في منطقه اسمها عزبه ابو قرن، دي منطقه عشوائيه. فين دي؟ دي في مصر القديمه. اوكي. المنطقه اسمها الفسطاط. المهم المنطقه دي منطقه عشوائيه جدا، فبنحاول يعني نشتغل ان احنا نعلي مستوى الناس هناك، مش بان احنا نعمل خير، ان احنا مثلا نروح الناس نديهم فلوس بس، لا احنا عايزين نعمل فكر تنميه. يعني ايه تنميه؟ يعني انا افضل مع حد مثلا مع الطفل ان انا اعلمه واحده واحده بحيث ان هو مستواه الفكري يرتفع. مثلا بعمل محو اميه، بعمل مثلا مشروعات صغيره مثلا لاسره فقيره او كده. انت هتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل، تمام. بس انا هزنقك في سؤال. اتفضل. ليه دايما وشباب الاي يو سي الجامعه الامريكيه، وانا بحترمهم جدا جدا وبتضايق لما حد يقعد يتريق عليهم، ليه هم اللي دايما بيبتدوا افكار، تمام، بعد كده شباب الجامعات الاخرى يبتدوا، مش عايز يقول يقلدوهم بس تمام، ياخدوا من افكار؟ ليه هم اللي دايما زي كده بنقول يشعلوا الفتيله؟ تمام. هو يمكن بس عشان الطريقه اللي هم لا ولا زنقت ولا حاجه. علاقات عامه بقى خارجيه وحاجات. لا هو هندسه طيران فلازم اديله. لا هو عامه في حاجات ثانيه يعني مش ما كانتش بتشترط ان هي تقوم من الاي يو سي او من حاجه. انا كلامي ده صح ولا لا؟ الى حد ما، بس هي الفكره انا عايز نبقى معترفين وبنتكلم في لا هي مش عيب. هو اهم حاجه ان الواحد هم مصريين برضه يعني. لا مصريين. هو الموضوع ده طبعا مش عيب، يعني مش عيب ان انا الاقي واحد في جامعه ثانيه زي الاي يو سي او تيفر عمل حاجه كويسه، مش عيب ابدا. او الناس هتقول ان انا بقلده لو قلت لا والله ده حاجه كويسه قوي، وهروح مثلا ابدا امشي على المنهج بتاعه واقول انا هعمل زيه، بس همسك بقى منطقه ثانيه عشان هو يبقى شغال في منطقه ثانيه عشان نقدر نوصل لصوره متكامله في الاخر. طيب انا هقطع كلامك في حاجه. اتفضل. هل شباب الاي يو سي او الجامعه الامريكيه بيبداوا الافكار دي بسبب ان عندهم الجامعه فيها انفتاح على العالم اكتر، هناك في انشطه طلابيه، في اهتمام من اداره الجامعه نفسها بالانشطه اكتر، الدكاتره هناك بيساندوا بيعملوا دعم عالي للطلاب بتوعهم، وده مش موجود في الجامعات المصريه؟ هو مش بالظبط قوي كده. وفعلا طبعا لان طالب الاي يو سي بيبقى طالب منفتح جدا، ومش بس يعني مش الناس بتفهم بالانفتاح ان هو شايف الدنيا ايه وهاي كلاس والكلام ده بس، لا ده هو الفكره الانفتاح بمعناه هنا ان هو شايف القضايا اللي حواليه ايه، شايف ايه المشاكل، شايف ان هو المكان اللي هو عايش فيه ده من حقه عليه ان هو يغير فيه. طب خلينا نعرف راي عبد الرحمن في الكلام ده. بص، هو رايي في القصه دي اوكي. لا ما تقلقش. هو بس القصه ان هو يعني احنا مثلا عندنا في هندسه عين شمس في برضو نشاطات طلابيه ثانيه، احنا اللي بادئين في هندسه عين شمس، ما شفناش مثلا حد تاني تجربه قبل كده وقررناها، لا اوريدي اصلا الحاجات دي اتعملت. زائد قصه ان هو مثلا في مساعده من الكليه او كده، لا فعلا اداره الكليه عندنا بجد بيساعدونا في حاجات كتير جدا، بيسهلوا لنا حاجات مثلا. مش روتين حكومه ويقرفوك ومش عارف ايه. بص، اقول لك صراحه عن تجربتي. أيوة. يعني الشخصيه، لا يعني هندسه عين شمس خلاص انا اعرف صحابي مثلا في الجامعه وكده، بجد هندسه بالذات يعني الاداره عندنا مسهله لنا حاجات كتير قوي. طيب
مش هنطول بقى في الموضوع ده ونتكلم أوكي. عن المشروع مره ثانيه. ماشي. عايز اعرف يعني ايه الاطفال تاخدوهم وتبتدوا تعلموهم في المناطق العشوائيه، بتعملوا ايه بالظبط؟ طيب هو الفكره يا شريف قامت زي ما قلنا في الاول، ان احنا عشان نقدر ننمي منطقه زي دي، منطقه تحت خط الفقر، انا مش هقدر اروح لواحد ما عندوش اصلا الحاجات الاساسيه في حياته واقول له انا هنميك مثلا. الفكره جت ازاي؟ ان انا اول حاجه اوفر له الحاجات الاساسيه عن طريق بروجرام اسمه برنامج الاعمال الخيريه. البرنامج ده بقى فيه بنوفر شنط رمضان، الكسوه، القوافل الطبيه، اي حاجه تعتبر مثلا حاجه اساسيه الانسان ما يقدرش اصلا يستغنى عنها. بس كلمني اكتر عن نقطه التنميه والتعليم. تمام. ما هو الخطوه مدرسه مثلا في منهم بيروحوش مدارس، فانتوا بتساعدوهم في التعليم او كده؟ اكيد طبعا. هي المنطقه يعني المنطقه بص فوق ما تتخيل المنطقه فعلا. بس احنا الحمد لله لما اشتغلنا 6 سنين بقينا الحمد لله قادرين نشوف ناتج طالع. المهم نرجع لكلامنا الاولاني. قلت لك بعد ما قطعنا الشوط بتاع الاعمال الخيريه، في 6 بروجرامز تانيين كل التارجت بتاعهم تنموي. ايه بقى؟ عندنا حاجه اسمها تنميه نشأ، ده بيلعب على الايثكس او الاخلاقيات بتاعه الاطفال. كتير قوي من الاطفال حتى اللي عيشتهم احسن من دول بيطلع نيجاتيف، بيطلع سلبي. لا ده احنا اصلا بنلعب على العنصر الصغير في المكان ده، ازاي ان هو اصلا يبقى طالع يغير من المكان اللي هو قاعد فيه، مش يسخط عليه بس. في حاجه تانية اسمها education او تعليم، دي بتركز مع الجزء التعليمي. المواد اللي بياخدها بتبقى في هيئه مجموعات تقويه. في جزء رعايه ايتام، اورفنز كير او رعايه ايتام. في على الناحيه الثانيه بقى في حاجات بتارجت السن الكبير زي محو اميه ومايكرو بروجكت اللي هي المشاريع الصغيره وتعليم الكمبيوتر. دي حاجات كلها اهم من بعض. خليني بقى اسالك، لما بتروحوا منطقه شباب جامعه وكده، بتروحوا منطقه عشوائيه تحت خط الفقر، عندنا المناطق دي كتير قوي للاسف، الناس هناك الاهالي بيتعاملوا معاكم ازاي؟ بيرحبوا بيكم؟ تمام. ولا اول سؤال يقولوا لكم عليه هتدفعوا كام؟ اوكي. وبامانه برضه. ماشي، انا هقول لك والله السؤال ده فعلا بنتساله من ناس كتير قوي. يعني انتوا مثلا بتنزلوا هناك، الناس مش عارفه، مش عارف الناس هناك بتحقد على الناس اللي مستواها المادي كويس، كل الحاجات دي مش لاقيينها. فعلا بجد الناس بتوع العزبه بيعاملونا ان احنا ناس كويس، ناس فعلا عايزه تساعدهم، بيساعدونا ان احنا نساعدهم. يعني بيدونا الامكانيات ان احنا نساعدهم. مثلا الاهالي بيخلوا الاطفال بتوعهم مثلا يروحوا المدرسه عشان نعلمهم. الناس بتوع محو الاميه، الناس الكبيره بيعاملونا كويس جدا. فبجد يعني هناك عايشين وسط اهلنا. بنروح هناك ننزل العزبه. بتروحوا كل قد ايه؟ نعم، بتروحوا كل قد ايه؟ هو كل بروجرام ونظامه. يعني مثلا في الاورفنز كير اللي هو رعايه الايتام بينزلوا يوم واحد في الاسبوع. في اللي هو التعليم بينزلوا يومين في الاسبوع، وهكذا على حسب كل بروجرام يعني واحتياجاته يعني. بس طب انا هنا مكتوب عندي البرامج كلها: برنامج التنسيق، برنامج الخير، برنامج تنميه النشء، برنامج رعايه الاطفال، برنامج التعليم، برنامج تعليم الكمبيوتر، برنامج محو الاميه، برنامج المشاريع الصغيره. هم 6. هم التنسيق اصلا بقى حاجه مستقله، دي حاجه جديده. دي زي لجنه كده مسؤوله ان هي تعمل سيرفيز، تجمع داتابيز عن العزبه، تبقى على طول انا عايز ابديتد. اعرف هي دي صوره ايه؟ دي مجموعه صور كده من العزبه نفسها، وضع العزبه وكده يعني. فده بيت حد من اهل العزبه يعني. بجد هناك البيوت، هي اصلا العزبه على فكره اسمها عزبه ابو قرن، وليها اسم تاني اسمه عزبه الصفيح. عزبه الصفيح ليه؟ عشان دي اللي اتعمل عليها الفيلم. نعم، دي اللي اتعمل عليها الفيلم. تقريبا يعني. اوكي. بس فالفكره اللي اتسمت الصفيح اصلا عشان فعلا الناس عايشه في صفيح، بيوت صفيح. فده منظر احد البيوت يعني اللي هناك. يعني ده طبعا لحد ما غير صالح لاستخدام الادمي اصلا. هو عزبه الصفيح على المنطقه دي في مرض منتشر فيها؟ لا مفيش مرض. لا مفيش مرض معين. معلومتك غلط، اللي قال لي كده في ودني غلطان. طيب